التقيت بشخص اسمه بشار عوض، فطلب مني اني اروح اتطوع بالجيش. قال لي بدي، انت متجوز 3 نسوان؟ قلت له نعم. فطلب مني اني اجيب واحدة من نسواني انه مشان نجهد بالنكاح. قال لي هذا يا ابني جهاد في سبيل الله، وانتم رايحين على الجنة، وهذول ما لهم حدا هون وما لهم نسوان ولا لهم حدا نهائيا هون. اتصلت انا على مرتي فاطمة، وانه بقول لي فاطمه تعي في غرفه بنزرع بدنا نشطفها، بس لا جيبي ابنك معك. قلت له ماشي. وانه بقول لي هلا بدك تشاركي بجهاد النكاح. قلت له كيف يعني؟ انا ما بعرف شو جهاد النكاح. قال لي يعني بدك تنامي مع عده اشخاص. سحبت حالي ومشيت، انا تركته. فوت علي 6 على الغرفه، طمشت عيوني، ربط لي ايدي، ضربني كف وحطني على التخت. قال لي في قدامك موجود 6، هلا بدي هذول كلهم بده يتجوزوا منك. شفتهم 6. قال له حط ايدك، حط ايده. قال له قبلت؟ قال له قبلت. قال له يلا زوجتكم وكيلتي على سنة الله ورسوله، وقروا الفاتحة ومارس معي 2 ساعة. بعد ال2 رجع كذلك الأمر، جاب لي واحد. قال كل 2 ساعة جيب لي واحدة. قلت لها شو بك يا فاطمة، ليش هيك يعني، شو صاير معك؟ قلت له أنت زلمة ما بتخاف من الله، وأنا لو بعرف هذا الشيء بده يصير لو فيك كرامة ما جبت له. طلعت هيك على الحيط لقيت في علم. قلت له شو هذا؟ قام قال لي هذا تابع لجبهة النصرة، وأنا قائد كتيبة أسود التوحيد. بعد 2 3 اجيت لعنده، قلت له أنا موافقة إنك تكتب كتابك علي. وإذ بيقول لي فريال أنا بدي أحكي معك موضوع. قلت له شو هو الموضوع؟ قال أنت بدك تشتغلي معنا، بدي اكتب كتابك على واحد غيري وفي عدة اشخاص. جيت لعنده قلت له انا موافقة واني بدي اشتغل معك وهي. جاب شخص اسمه الشيخ اياد عويجان ابو نزير، زوجني له. قال له هلا بس تتزوجها، بس تطلع من عندها انت بتطلقها. طبعا طلب يمارس معي من الخلف وانا ما رضيت. طلع اياد طلقني وطلع. ريحت نص ساعة، اجى شخص ثاني. طبعا بعد ما غسلت وتحممت ولبست اجى شخص ثاني كمان كتب كتابه علي، كمان نفس الحركة. بعد نص ساعة قمت تحممت وساويت حالي، كمان رجع جاب لي شخص اسمه محمد حسين، كمان كتب كتابه علي بنفس الطريقة. كان شايفني جوزي وأنا طالعة من عنده. جيت رحت على البيت، حسيت جوزي مزعوج متضايق، فيه شيء. قلت له فيصل شبك؟ قال لي انت شو كنت تساوي عند ابو دياب؟ قلت له والله بدي اشتغل انا مع ابو دياب. قال لي شو بدك تشتغلي؟ قلت له بجهاد النكاح.